أنا في شيء يعني حابة بس إني أتكلم عنه، مع إن أنا ما أحب أتدخل بأمور تصير بالسوشيال ميديا ولا بالأخبار ولا. أنا طبعا أنا قبل كل شيء أنا مرأة ومع حقوق، أو مع ما نقدر نقلل من شأن المرأة ولا 1%. المرأة هي الحياة، هي الأخلاق، هي التربية، هي التطور، هي الحنان، هي كل شيء. وكل بنت بس حابة أقول شغلة، ما ودي إن أنا أتكلم وايد بالموضوع. أولا أنا ما كلامي ينوخذ بطريقة غلط أو ينفهم بطريقة غلط. أنا بس حابة أقول حق كل بنت، أي بنت تحس إن هي مضغوطة بحياتها، أو هي تحس إن هي محكورة وتحس إن في أشياء هي ودها تسويها، كل مرة وكل بنت ممكن تكون شيء جدا عظيم، وتقدر تسوي أشياء جدا عظيمة وتوصل لأهداف جدا عظيمة، خاصة البنات العربيات الخليجيات. شفت عن كذا قضية حق كذا بنت، ويعني يمكن أنا أخذيها مني أنا قبل كل شيء أنسى إن أنا واحدة معروفة أو أنسى إن أنا مشهورة whatever. أنا بالنسبة لي أنا كسرت حواجز كبنت إن أنا أصور حياتي وأصور نفسي وتفاصيل حياتي. يمكن هذا يعتبر حق وايد أشياء هم ضدها شيء، ويعتبر إن أنا كاسرة حواجز عادات وتقاليد. بس إن أنا بس حابة قبل كل شيء أخذيها كلام مني أنا، والله مهما تسافرين بالعالم ومهما إن أنت راح تصيرين أحسن برا أو تتطورين أكثر برا، والله ما في نفس ديرتك وأهلك إذا تحسين إنهم مضايقينك. بس فكر في اليوم إن الله يطول بعمر كل أم وأب بحياة كل إنسان، بس والله العظيم راح تتحسفين على الوقت إن حتى ودك الوقت يرجع فيك عشان يضايق، عشان بس يكونوا موجودين. والله يا بنات في أشياء وايد تقدرون تسوونها، بس حيل يزعلني لما أشوف بنات يطلعون إن هذا كحل ويتشمتون فينا الناس الغير. طبعا كل مرة تستحق الحرية، وطبعا كل مرة تستحق حقوقها وأبسط حقوقها، تستحق كل شيء. بس والله العظيم إذا أنت تحسين أن اللي برا عايشين لأن عندهم حرية، مو مشكلة، هم عندهم حرية بس ما عندهم أي شيء ثاني غير الحرية. ما عندهم أهل يسألون عنهم، يطلعون من بيوتهم عمرهم 16 سنة. يا هال عليهم سماعة. ايش فايدة الحرية؟ ما عندي أحد يسأل عني، ما عندي أحد يخاف علي، ما عندي حياة، لازم أشتغل وظيفتين ثلاث بس عشان أقدر أعيش. وإحنا قاعدين ليه ما تزوجنا ونبي عيال واحنا ساكنين عند أهلنا ولا أهل ريلنا، ويقعدون ويهتمون فينا بأكلنا وشربنا، لا نسوي، لا نكوي هدومنا، لا نسوي فراشنا، ولا نسوي. عايشين حياة مع أهلنا، ولا أحد في العالم غير العربيين عايشين الحياة اللي احنا عايشينها. ليش أنا أزعل أهلي، أزعل ناسي وأطلع من ديرتي وأتغرب؟ في وايد حلول أنا أقدر أسويها غير كذي، وايد. أتمنى كل بنت تلقى طريقها حق حياة اللي هي شايفة نفسها فيها، وأتمنى كل بنت إن هي تقدر تطور من نفسها وتدرس وتعيش وتشتغل وتتزوج، وكل قراراتها تكون تحت إيدها. لكن بنفس الوقت الأم والأبو شيء ما يتعوض بالحياة. إذا أنت راضي انك انت تخسرينهم مهما كنتي تحسين روحك متضايقه منهم او هم مضايقينك، والله بيجي وقت بتتحسفون بتقولين يا ليت ما سويت كذي، ليت ما طلعت هالطلعه وانا امي داقه علي تقولي بليز قعدي معاي. اتمنى ابوي يحن علي يقول يلا رجع البيت. في اشياء بالدنيا والله العظيم لو تحسبونها صح كل شيء تقدرون تسوون من غير ما نزعل اهلنا ومن غير ما احنا نطلع. واتمنى، انا بس خايفه ان في بنات وايد يتاثرون بهذه القصص والقضايا اللي يصيروا كلهم يتخذون كذي قرارات، لأنه والله يا بنات في حل غير هذا اللي انتم قاعد تشوفونه. وهذا لا تاخذون قصة واحدة أو قصتين من السوشيال ميديا. أنا بالنسبة لي أنا لا تاخذوني أنا كمثال، لأن أنا بالنسبة حق وايد بنات بتقولوا لي إيه أنت إيش حق تتكلمين عن هالموضوع، أنت عايشة حياتك ورايحة ومسوي اللي أنت تبينه، صح؟ بس أنا ما كنت عايشة طول حياتي كذا. أنا عرفت شلون أنا أوصل حق اللي أنا أبي من غير لا أزعل أمي، من غير لا أزعل أبوي، من غير لا أنا شيء يزعلهم ويتعبهم. بالعكس صاروا مستانسين حق نجاحاتي، مستانسين حق القرار اللي خذيته اني ابي انشر، ابي اشتغل، ابي اتطور. كل النتائج اللي كانت طيبة، عشان كذي هم علاقتي فيهم وايد حلوة. بالعكس يشجعوني وياخذوني يعطون معي، يحاولوا ان انتم تكون مو كل شيء في الغصب ومو كل شيء تكون اجريسيف. اقدر اوصل حق اللي انا ابيه بكل رقي وبكل احترام بكل اخلاقية، ما يحتاج كل هذا. والله شيء يزعل، ما في نفس ديرته
ما في نفس أهلك. لو وين ما تروحين، لو شنو تشوفين، لو شنو تضربين في مثال، أهلك غير، أهلك أمك وأبوك. وأتمنى من كل شخص سواء كان بنت أو ولد يستوعب أن إحنا فعلا في الخليج ناس جدا محظوظين أن إحنا انولدنا 1 مسلمين، 2 خليجيين، لأن الناس تشوفنا والله تتمنى أن هي تعيش العيشة اللي إحنا عايشينها، على كثر أغلاط اللي إحنا نشوفها، على كثر التحطم اللي ممكن نتحطمه، على كثر الأشياء اللي نلاحظها والملاحظات اللي عليها. هم ألف الحمد لله، لأنها نعمة إن إحنا عايشين بهالدول اللي إحنا عايشين فيها، وهم نعمة إن عندنا أهل مهما يضايقونا ومهما في أشياء ودكم تغيرونها، كلها ممكن تتغير أشياء منطقية بطريقة منطقية، مو إني أقط كل شيء وأقط ناسي وأهلي وأمشي وأطلع. هذا مو حل. أنت قاعد تبلشين شيء جديد ما تعرفين أنت شنو نتيجته، ما تعرفين إذا أنت راح تندمين عليه، ما تدرين راح تلقين ناس راح يسوون أهلك. مستحيل. ما أدري، أنا هذا البوينت مالي، بس موضوع